أول ما شفت اللي قدامي اتجننت. قلت له: إيه ده؟ إيه يا معلم اللي أنت عامله في نفسك ده؟ قال لي: عملت إيه؟ مالك؟ هو أنت يعني أول مرة تشوفيني كده؟ قلت له: أيوة، أول مرة أشوفك بالشكل ده. إيه المنظر اللي أنت فيه ده؟ وبعدين قلت له: بقولك إيه، أنا بنتي بره. قال لي: بنتك؟ وإيه اللي جابها هنا؟ مش المفروض تبقى عند أبوها؟ قلت له: جرى إيه؟ بنتي تيجي في أي وقت، ملكش دعوة. ساعتها جوزي قال لي: طيب أنت عايزة إيه دلوقتي؟ قلت له: أنا عايزة إنك تنام، مش هينفع يحصل أي حاجة عشان بنتي بره. قال لي: إزاي يعني؟ ده حقي. بصراحة وقتها ما كنتش عارفة أعمل إيه. قصتنا النهاردة حاجة محدش يتخيلها. تاني يوم الصبح وأنا بحضر الفطار، لقيت بنتي عمالة تبصلي وتضحك. قلت لها: جرى إيه يا بنتي بتبصيلي كده ليه؟ قالت لي: بصراحة يا ماما أنا سمعت كل حاجة امبارح. ووقتها اتصدمت. قلت لها: سمعتي إيه؟ قالت لي: كل حاجة، لدرجة إني تمنيت أكون مكانك. اتخضيت من كلامها وقلت لها: إيه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ قالت لي: يا ماما أنا عندي 22 سنة، مش صغيرة. وفجأة لقيت جوزي سامع كل الكلام. ابتدى جوزي وبنتي يقربوا من بعض أكتر وأكتر، بقوا أصحاب بيقعدوا يسهروا سوا، وأنا قلبي بيقع من الخوف. كنت طول الوقت قاعدة معاهم عشان أطمن إن ما يحصلش حاجة غلط، بس في نفس الوقت كنت حاسة إن في حاجة بتتغير، واليوم ورا التاني الوضع بيزداد غموض. وهنا تبدأ الحكاية التانية. أنا اسمي سارة، اتجوزت واتطلقت من 3 سنين علشان ما بخلفش. رجعت أقعد في بيت أهلي مع أخويا جلال اللي عنده 23 سنة. أنا اللي ربيته من وهو صغير. جوزي ساعتها قال لي: أنا عايز أتجوز عشان أخلف. قلت له: حقك اتجوز، بس أنا مش هقدر أكمل معاك. وطلبت الطلاق ورجعت بيت أهلي. في البداية كنت ناوية أدور على شقة تانية عشان أسيب لجلال شقته، لكنه علي: مفيش كلام من ده، انتي أختي وحبيبتي ولسه بدري على الجواز، خليكي قاعدة معايا. ومن هنا ابتدى كل يوم بينا يتغير. وبعد فترة اكتشفت إن اللي بيني وبين جلال اتطور لحاجات ما كنتش متخيلاها، وبقيت مش فاهمة نفسي ولا عارفة أتصرف إزاي. القصة دي بتوضح خطورة المنطقة الرمادية في العلاقات، خصوصاً بين الأهل لما الحدود تبقى مش واضحة. لما منقفش قدام الغلط من أوله، الأمور بتتفاقم وتتحول لحاجات خطيرة. الخلاصة: لازم يكون في حدود واضحة عشان تحمينا وتحمي اللي بنحبهم، والسكوت عن الغلط بيكبره. الشجاعة إننا نقول لأ من البداية، هو ده الحب الحقيقي. بعد اللي حصل حياتي اتلخبطت، بقيت كل يوم أصحى مش فاهمة أنا فين ولا اللي حواليا بيعملوا إيه. بقيت محتاجة حد يسمعني ويفهمني عشان أنا خلاص مش قادرة. القصة كلها بتقول إن الاعتماد العاطفي الزيادة على شخص واحد، خصوصاً من القرايب، ممكن يفتح أبواب غلط، ومع الوقت الواحد بيتعود على الغلط وبيبقى جزء من يومه. كنت فاكرة إن وجودي مع أهلي هيديني الأمان، لكن اللي حصل خلاني أكتشف إن الأمان الحقيقي مش في البيت ولا في الأشخاص. الأمان الحقيقي في الحدود اللي بنرسمها، اللي يخلينا نعرف نقول ده صح وده غلط. والنهاردة أنا بحكي لكم حكايتي عشان تتعلموا من غلطي. ما تسكتوش على أي تصرف يضايقكم أو يحسسكم إن في خط أحمر بيتعديه، لأن السكوت مش حل، السكوت بيكبر المشاكل. أنا دلوقتي مستنية تعليقاتكم ونصايحكم. قولولي أعمل إيه؟ إزاي أرجع حياتي زي الأول من غير خوف ومن غير تضييع؟ الخلاصة والرسالة: